ربما تكون صفقة القرن في ريال مدريد، وعلى الأرجح ستكون كذلك في المغرب. كيف لا؟ وهو سيناريو سينمائي يعود فيه الابن الضال إلى المكان الذي حلم بالنجاح فيه. أشرف حكيمي الذي ترك الملكي بحثا عن فرصة فوجد منها الكثير، أغلق الباب كثيرا في وجه نادي أحلامه، لكن الآن بات الأمر مختلفا. أفضل لاعب في أفريقيا والذي كان مرشحا ليكون الأفضل في العالم سينضم إلى ريال مدريد. ليست مصادر أو تقارير صحفية من قال ذلك، إنما وكيل أعماله نفسه. بعد فوزه بالكرة الذهبية الأفريقية وتأكيده على أنه أحد أفضل الأظهرة في العالم، فجر وكيل أعمال النجم المغربي أشرف حكيمي مفاجأة مضوية قد تغير مسار مسيرته وتشعل آمال جماهير ريال مدريد. رغم ارتباطه بعقد طويل مع باريس سان جيرمان حتى عام 2029، خرج الوكيل بتصريح درامي ومقتضب لموقع سبورت ميديا سيت الإيطالي، فتح الباب أمام عودة مرتقبة قائلا: أشرف سعيد في باريس، لكن لا شيء نهائي في كرة القدم. ريال مدريد كان بيته الأول، واللاعب لا يغلق أي احتمال للمستقبل. هذه التصريحات تعيد إشعال الجدل مجددا، خصوصا أن ريال مدريد يتابع وضع حكيمي منذ رحيله عام 2020، ولا يزال يبحث عن حل طويل الأمد لمركز الظهير الأيمن. وكأن رسالة الوكيل تقول بوضوح: الابن الضال خريج أكاديمية لا فابريكا قد يعود يوما ما. التصريح يضع باريس سان جيرمان أمام مفاوضات صعبة محتملة في المستقبل، ويجعل مصير حكيمي مفتوحا على سيناريو درامي يتمثل في عودته إلى البيت الأول في توقيت أقرب مما كان يتوقعه الجميع. فهل تكون عودة حكيمي لريال مدريد صفقة القرن؟ وما هو ترتيبه بين أفضل اللاعبين العرب بالنسبة لك؟